السلام ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد دشملة. طبعا يا جدعان انتوا مش متعودين عليا ان انا اطلع واقول اصلا البداية بالطريقة دي، بس للاسف والله يا جدعان فكرة الفيديو مش مبشرة خالص وانا زعلان والله. ما كنتش عايز اطلع والله اصور ولا الكلام من ده، بس طبعا انتوا مش يعني لازم اشارككم في كل حاجة، يعني في الحلوة وفي الوحشة. المفروض يا جدعان والله ابويا وامي واخويا يعني كانوا قاعدين امبارح يعني وكده، وكانوا مطلعين الكلب كانوا قاعدين على السطح وكانوا مطلعين الكلب اللي هو في الشمس والكلام ده شوية. فلقيت اخويا نازل بيقول لي مش عارف الكلب مليان براغيث بقى والجو ده انتوا فاهمين. فانا قلت له ازاي يا ابني، ده انا مطلعه امبارح. وانا فعلا كنت مطلعه امبارح الشارع وما كانش فيه اي حاجه، ما اعرفش انا ما بصيتش فيه، بس كان الكلب حلو اللي هو بيمشي معايا وكله تمام، ولا هرش ولا الكلام من ده. فبالصدفه والله لسه طالع دلوقتي لقيت الكلب فعلا عمال يهرش، ومسافه ما قربت منه لقيت والله العظيم فيه برغوث على جسمي. وصراحه انا اتقرفت الصراحه، وكتاب الله بكلمكم بجد يا جدعان. فانا طلعت يا جدعان اتكلم معاكم شويه، لان انا والله مش عارف انا اعمل ايه، لان انا اول مره اربي كلب وكده، فمش عارف والله علاجه ايه. بس انا يا جدعان والله هعمل اللي عليا واللي انا اعرفه، اللي انا المفروض هديله حمايه مظبوطه، حمايه العمر زي ما الناس بيقولوا. والله العظيم هديله حمايه مظبوطه، بس مستني بس النور يجي وبعدين كل حاجه انت هتتابعوها معايا. فيا جدعان اللي بيفهم في الكلاب او يعرف اي حاجه في الكلاب او يعرف حاجه زي دي يقول لي تحت في الكومنتات اعمل ايه، اتصرف اعمل لها ايه، يعني محتاجه علاج ولا محتاجه ايه، لان انا ما اعرفش والله العظيم. بس قبل ما ابدا اي حاجه كله ينزل يعمل لايك للفيديو، لان اللايك اللي انت بتعمله ده بيخلي الفيديو ينتشر. فانا محتاج اصلا ناس كتيره تشوف الفيديو، لان انا محتاج حد يساعدني اللي انا اعمل فيه ايه، لان انا ما اعرفش والله. ولو حد برضه يا جدعان يعرف حد بتاع كلاب يعني وبيربي كلاب ومشهور على اليوتيوب برضه يمنشن له في الكومنتات. لو حد يعرف حد مشهور او اي حاجه يمنشن له بس في الكومنتات. هو انت عارف المنشن بتاعك ده هيفرق معاه والله. لو هو لقى منشنات كتيره على الفيديو اكيد هيشوف الفيديو. تعالوا يلا اوريكم بس حاله الكلب. المفروض يا جدعان زي ما انتم شايفين، ثواني اقلب الكاميرا يا جدعان. روكي اهو، بصوا يا جدعان عمال يهرج زي ما انتم شايفين. انا والله العظيم خايف ان انا اقرب له اصلا، لان في براغيث كتيره مش عارف احميه ازاي اصلا. بصوا والله يا جدعان انا ما اعرفش البراكيت دي جات له ازاي ولا وصلت له ازاي، بس اللي انا جمعته يعني المفروض يا جدعان المكان بتاعه الصراحه وحش قوي، فعشان كده متهيألي البراكيت والكلام من ده جات له. المفروض دلوقتي يا جدعان احنا مستنيين النور يجي عشان الميه تشتغل، والمفروض اللي احنا هنحميه. انا ما اعرفش والله يا جدعان الميه هتظبطه ولا ايه الدنيا، بس انا على ما اعتقد لان انا بقالي ياما ما حميتوش وكده، واكمنه قاعد في حته بايظه وكده، اكني ده السبب اللي خلى البراغيث تجيله. فالمفروض اللي احنا هنحميه ونعمل اللي علينا ونشوف في نتيجه ولا ايه. ولو في نتيجه حلوه خلاص، لو مفيش نتيجه برضو اعملوا زي ما انا قلت لكم. قولوا لي برضو تحت في الكومنتات وقولوا لي سبب البراغيث دي جات له ازاي ولا الكلام ده، لان انا ما اعرفش اي حاجه حرفيا يعني. فالمفروض دلوقتي مستنيين له يجي. المفروض دلوقتي يلا يا جدعان النور جه اهو. يلا يا جدعان معانا دلوقتي الشامبو اهو. هنجيب الخرطوم من جوه ثاني. خرطومه. المفروض يا جدعان ان انا احمي الكلب، بس هحميه والجو نار يعني. بصوا يا جدعان الشمس طالعه والجو نار ومفيش هوا اصلا، فعشان انا عارف ناس هتخش يقولوا انت هتحميه في الشتاء ومش عارف ايه. جو نار والله يا جدعان. انا اصلا مش طايق اتكلم وانا في الشمس، لان الشمس والله حاميه، فالمفروض ان انا احميه. فعادي يعني الواحد يحمي الكلب بتاعه عادي يعني في الجو ده. يلا يا جدعان المفروض ثبت الكاميرا اهو. يلا يلا انضف انضف، بقالك سنتين ما استحمتش. انضف يا معفن. ايه رايك؟ ميه جميله ها. ميه جامده. اه ريحتك معفنه. يا رب بتستحماش يلا. انت واكل بيبي يلا. ريحته معفنه قوي يا جدعان. امك تنضف ابوك. يلا يا جدعان المفروض يا جدعان اديله شامبو اهو. تعالوا نرش عليه ميه ونديله شامبو تاني. تعال انضف يا معفن. دلوقتي يلا يا جدعان رشيناه بالميه اهو. يلا تعالى نديله يلا يا جدعان واحده كمان بالشامبو. يلا امك هتعيط.
بعيط على الشامبو ده، انا واخد من الشامبو اللي في شقتي اهو. فوق يا كويس. لا ده انا عمال اعمل بالميه. البرغوث مش قادر يمشي، بس استنيت نهار لحد ما مشي. دي المفروض يا جدعان اخر حاجه بقى بالشامبو بقى، عشان مش هديله شامبو تاني. هو كده نضيف يعني. رطب عليه يعني شوية يعني، مش كده. حاضر يا مين. اعتبره بني آدم، اعتبره بني آدم، اعتبره العتق. عتي لقيتها مش زي اخويا العتق. ايه اخويا يا عم، الواحد يا جدعان كده حاسس في طاقه لما البراغيث مشيت منه، والله الواحد كان زعلان عشان امشي. بس خلاص، بس يا عم كفايه كده، كفايه كده يا جدعان. يا جدعان وكتاب الله الحنفيه دي بتكهرب يا جدعان. تعالى كده يا مين، ده افتح بس البتاع دي والله ايدي مبلول. ورحت قدمت في البتاع ده. طلع حوار ولا ايه؟ ولا بجد؟ بجد؟ ايه رايك يا ميدو فيه؟ الله ينور. لا والله كده ظبط والله. مش عايز بقى اودينه اكتر هنا بس عشان البراكيت، لو في براكيت هنا مفيش عليه تاني. لا خد راح فين. بس كده يا جدعان، المفروض كده خلصنا يا جدعان، وحمينا الكلب زي ما انتم شايفين. فوق والله يا جدعان، ثواني اقلب الكاميرا. بصوا يا جدعان، فوق والله يا جدعان الاول. بصوا كده يا جدعان، يبقى وصلنا لنهايه الفيديو. والله يا جدعان احنا عملنا اللي نقدر عليه، ويعتبر ان احنا مشينا شويه من البراغيث اللي كانت فيه. انا ما اعرفش كده مشيتها كلها ولا ايه، بس برضه كان عمال يهرب. بس كمنظر والكلام ده ما فيهوش اي حاجه يعني. بصوا ما فيهوش اي حاجه سمراء ولا الكلام من ده. حتى لو كان فيه كنت جيت اشيله لقيت اصلا البتاع مات، يعني اللي هو ميت فيه. انتوا فاهمين قصدي؟ بس انا على ما اعتقد يعني يا جدعان كده نضفته قوي قوي يعني. انا والله العظيم انا فرحان، لقيت الكلب عمال يلعب والكلام من ده اللي هو فاق شويه كده. وصلنا نهايه الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. طبعا يا جدعان انتوا شفتوني في اول فيديو، انا كنت بادئ الفيديو ازاي زعلان والله، بس شوفوا باني الفيديو انا فرحان. وكده وصلنا نهايه الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. سلام.